في لحظة في حياة أي إنسان، لحظة ساكنة كأن الزمن فيها بيقف. بتبص حواليك بس كل حاجة ضباب. بتبص جواك تلاقي نفسك قدام سؤال مرعب: أنا مين وبعمل إيه هنا؟ المشكلة في السؤال، مش المشكلة إن مفيش إجابة جاهزة. أبوك مش هينقذك، المجتمع كمان مش هيقولك تعمل إيه، وربنا نفسه سايبك في حرية تامة للاختيار، وانت للأسف مش عارف تختار. ساعتها بس بتحس انك تايه، مش عشان مفيش طريق، لكن علشان الطرق كلها مفتوحة وانت لازم تختار. وده أصعب إحساس ممكن يمر على أي بني آدم، الإحساس بالمسؤولية عن نفسك، عن حياتك، عن مصيرك. وفي اللحظة دي بيظهر صوت من الماضي، صوت راجل دنماركي اسمه يمكن صعب شوية لكن كلماته بسيطة جدا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتشغل الجرس علشان يجيلك كل الجديد اول باول. ويلا بينا نبدأ في موضوع الحلقة بتاعتنا على طول. سورين كيركيجارد ما كانش بيحب الفلسفة اللي بتتكلم عن الانسان كأنه كائن عام، فكرة مجردة. لا، هو كان مهتم بالإنسان الفرد، الإنسان اللي بيصحى من النوم مش عارف يعيش ليه، اللي, بيس اللي بيسأل نفسه أسئلة وجودية وهو واقف في البلكونة بالليل. هو أول فيلسوف وجودي يركز على التجربة الشخصية للإنسان، مش نظريات لكن مشاعر، الحيرة، القلق، كمان الوحدة والخوف من الاختيار. هو بيقولك القلق مش مرض، ده إحساس طبيعي جدا بيجي لكل البشر وضروري جدا، لأنك لما تكون حر فأنت مسؤول، ولما تبقى مسؤول يبقى أنت ضروري جدا تقلق. لكن القلق بالنسبة لكيركيجارد مش نهاية الطريق، ده بدايته. كيركيجارد شايف إن القلق هو البوابة اللي بتعدي منها علشان توصل لحقيقتك، بس لازم تكون شجاع وتدخل من البوابة دي. كيركيجارد بيقسم حياة الإنسان لثلاث مراحل: المرحلة الجمالية، في المرحلة دي الإنسان بيدور على المتعة والهرب من الألم وبيعيش اللحظة، يعني بيصحى متأخر، يسمع مزيكا، يتفرج على أفلام، بيعمل كل اللي هو عايزه، يدخل في علاقات سطحية. المهم مفيش أي التزام، مفيش أي مسؤولية. بس المشكلة إن المرحلة دي بتؤدي للفراغ الدائم والحالة من الملل القاتل، لأن الإنسان بيحس إنه مش بيعمل حاجة حقيقية في حياته. تاني مرحلة كيركيجارد اتكلم عنها، الإنسان بيبدأ يتحمل المسؤولية، اسمها المرحلة الأخلاقية. يبقى عنده مبدأ، عنده ضمير، يبدأ يشتغل، يكون أسرة، يلتزم بوعوده. بس المرحلة دي برضو ليها حدود، لأن الأخلاق من غير الإيمان بتخلي الإنسان إله، بتمشي على بيمشي على القواعد بس، من غير روح، من غير إحساس. المرحلة الدينية، ودي المرحلة الثالثة اللي اتكلم عنها كيركيجارد، ودي أعلى مرحلة عند كيركيجارد، فيها الإنسان بيواجه الله وجها لوجه. بيقرر بإرادته إنه يؤمن، مش علشان المجتمع ولا العيلة ولا الدين الموروث، لكن علشان هو اختار ده. في المرحلة دي بيحصل اللي بيسميه كيركيجارد بقفزة الإيمان، قفزة مش منطقية إطلاقا ولكن ضرورة وجودية. إنك تؤمن حتى لما العقل مش قادر يفهم، تؤمن رغم التناقضات، تؤمن لأنك محتاج ده علشان تكمل. قفزة الإيمان مش دليل، الإيمان هو اختيار. كيركيجارد بيقول إن الإيمان مش مسألة منطق لكن مسألة مخاطرة. تفتكر قصة إبراهيم لما ربنا طلب منه يذبح ابنه؟ عقليا ده تصرف مش منطقي، لكن إيمانيا دي لحظة اختبار قصوى لإيمان إبراهيم. كيركيجارد بيسمي إبراهيم فارس الإيمان، لأنه اختار يصدق ويخاطر ويتحمل. وده النموذج اللي بيطرحه كيركيجارد، لأنه مؤمن حقيقي، مش اللي بيكرر كلام الدين، لكن اللي بيعيشه رغم الخوف، رغم الشك، رغم الألم كمان. طيب، المسؤولية والحرية فين من الوجودية بتاعت كيركيجارد؟ الوجودية بعد كيركيجارد هتمشي على خطاه بس من غير الجانب الديني. يعني مثلا سارتر هيقول إن الإنسان محكوم عليه بالحرية، يعني لازم يخلق نفسه بنفسه. بس كيركيجارد هيقول لأ، الإنسان لازم يختار، آه، لكن لازم يكون الاختيار ده متجه لله، مش علشان يرضي غيره ولكن علشان يحقق ذاته. المسؤولية هنا مش بس اجتماعية أو أخلاقية لكنها كمان وجودية. يعني لو أنا اخترت معيش حياتي، يبقى أنا ضيعت نفسي. لو فضلت أقلد اللي حواليا يبقى أنا
خنت حقيقتي. والمأساة الحقيقية مش إنك تفشل، لكن إنك تنجح في حاجة مش بتاعتك. طيب كيركيجارد، ايه علاقته بينا النهاردة في 2025؟ كيركيجارد بيقول لنا رسالة لينا دلوقتي. كيركيجارد جاي من قرن تاني أساسا، لكن كلامه بينطبق علينا أكتر من أي وقت. احنا عايشين في زمن كل الخيارات فيه مفتوحة. تشتغل ايه، تؤمن بايه، تعيش ازاي. والحرية دي رغم انها مغرية جدا لكن مرعبة في نفس الوقت، لانك مش هتعرف ترمي اللوم على حد. لو فشلت فانت السبب. لو ضيعت عمرك علشان اصلا من الاول انت اللي اخترت. كيركيجارد بيدعوك تبطل تهرب وتبدأ واجه خوفك، قلقك، مللك، شكك الدايم. واجه نفسك، لان الحياة الحقيقية مش في الراحة ولا في منطقة الراحة خالص، لكن في الصراع. الصراع انك تكون نفسك وتتحمل تكون نفسك. كيركيجارد مات شاب، بس فكره كان سابق عصره بمئات السنين. الراجل اللي كتب عن الإيمان كان نفسه شكاك، اللي كتب عن المسؤولية كان منعزل، اللي كتب عن الحب عمره ما اتجوز أصلا. بس هو عايش حاجة أهم من كل ده، عايش حقيقته. وساب لنا سؤال ما ينفعش إطلاقا إننا نهرب منه: هل أنا فعلا عايش ذاتي ولا عايش دور حد تاني؟ إجابتك على السؤال زي ده هي أول خطوة نحو إنك تكون إنسان وجودي حقيقي. في نهاية الحلقة دي كانت أهم الأفكار اللي طرحها الفيلسوف الكبير سورين كيركيجارد في نهاية الحلقة. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس بتاع الإشعارات علشان يجيلك كل حلقات الفيلسوف أول بأول. وانتوا هنا كنت في برنامج الفيلسوف، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.